هل ساكورا تستحق الكره ده كله؟ ساكورا شخصيه زباله عديمه الفايده، كل ما بشوفها ببقى عايز نفسي. اجيب وشها كده. لو انت واحد من فانزها فانت اكيد كنت بتتعرض للعنف الاسري وانت صغير، وعشان ما حدش يقول ان انا ظالم الشخصيه الوسخه ديت واشك ان في مغفل هيقول كده. بس خلينا نشوف. في الجزء الاول ساسكي وناروتو كانوا بيخاطروا بحياتهم في المهمات وهي واقفه تبكي، وحرفيا ناروتو عمل لها من الفشيخ شربات وضحى بنفسه اكتر من مره، وهي كل اللي تعرف تقوله サスケくんサスケくんサスケくんサスケくんサスケくん وفوق ان هي انكرت كل اللي عمله ناروتو ده، كمان كانت بتعايره انه يتيم. يا بنت الكلب يا رخيصه يا واطيه يا سهله خلفه السهل. كده بقت احسن. خلينا نكمل. وفي اختبار الشونن حرفيا كانت عالة على الفريق، ولما جت الفرصه ان هي تعمل اي حاجه مفيده، لما كان قدامها البيت تتعانى في اي حته، لا بس تفتكر ان هي ساكورا وتقطع شعرها. انا مش عايز اقول كلمه وحشه، احمص. وفي معلومه غلط عند الفانز، فاكرين ان ساسكي هرب عشان القوه، لا ده هرب عشان يخلص من ظن امها. サスケくん وعديمة الفايدة معرفتش توقفه فراحت للخطة بي. ناروتو أرجوك رجع لي ساسكي. والمغفل بتاعنا راح زي التيس، بس بسبب كده شفنا واحد من أعظم الأركات والمعارك. حرفيا الأرك ده أيقونة في أنمي ناروتو. وتفوت سنين وناروتو بقى أقوى وساسكي كاريزما وهي شكلها عاقل شوية. وأول ما هزم الساسوري بمساعدة الجدة، مش مهم المهم إن هي بقت مفيدة. وأخيرا شكلها اتطورت، بس إيش ياخد الريح من البلاط. رجعت الوسخة لعادتها القديمة. والدم سايل للفريق وهي لسه عالة. الصراحة أنا ما كنتش بحب ساي في الأول، بس أول ما شفته عمل اللقطة ديت أحييك يا ابني. وبعد ده كله راحت تلعب على ناروتو وتقول له أنا بحبك وما أدري إيش، سوكو أمها أنت. بس ناروتو عمل منها شاورما سوري. عاش يا ابني والله أحسن، أول مرة تطلع راجل. وبعدها قالت أنا هقتل ساسكي كويس. راحت لقدرها او نرتاح من امها، راحت هناك ساسكي انا بحبك يلا نرجع للقريه. وزي ما توقعت ساسكي كان هيخلص عليها، بس لولا الحظ الوحش ناروتو انقذ. عيب يا جدعان، عيب يا جدعان. وفي حرب النينجا الرابعه ما انكرش انها عملت شويه حاجات كويسه لحد ما جابت ام العيد وكانت عايزه تشتت انتباه مادارا. ناني؟ مادارا اللي فارش ام الانمي كله، مادارا اللي مخلص عكاجي، مادارا يا اخوان. مش عارف اقول لك ايه، بس كسبت معانا هديه اكبر كلاون في انمي ناروتو. حرفيا الكاتب خلص على كل الشخصيات الحلوه والكاريزما، ساب لنا المجابهه دي عشان تخلف اوتشيها بنضاره بيفعل الشارينجان بقوه الحب. كويس ان مادارا مات قبل ما يشوف العته ده والله. وعليكي وعلى ريحتك المصننه. والصراحة هي مش سيئة، بالعكس هي شخصية كويسة بالنسبة للشخصيات بنت الوسخة اللي هتكون في السلسلة دي، سلسلة أحقر ما أنجبت اليابان. أنا عارف إن الاسم وحش بس مشيها يعني، اللي عندي ما الاقي له اسم حلو. اشترك عشان عاوز اشتري جراب الآيفون 17 أو أي حاجة من ريحته.